ياسر رماح، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. شرفنا بحضرتك يا استاذ محمد. اخبار حضرتك ايه؟ منور الدنيا، وتحياتي لموقعك صوت مصر، وتحيه كبيره لكل فانزاتك وكل جمهورك وكل حبايبك. منور الرماح كافيه. اهلا وسهلا بيك، ده منور بحضرتك يا فندم. عايزين نعرف بقى، وجمهورك الحبيب عايز يعرف من حضرتك بقى ايه اعمالك واخر الاعمال بتاعت حضرتك النهارده. طبعا بالنسبه لشغلي القديم معروف طبعا، الحمد لله، زمن الوحوش وتلاميذنا وعلمني يابا وكدابه واللي قاعدين مين وحاجات كتير. يعني لو عديت لك هعدي لك حوالي 9 ألبومات كنت عاملهم، حوالي بتاع 90 غنوه. ما شاء الله. وحاليا بجهز غنوه طبعا زي ما قلت في كذا موقع قبل كده، غنوه للصعيد، لاهلي وحبايبي اللي هم طبعا دول عشقي الاول. يعني اهل الصعيد دول حبايبي، وطبعا البحيره ما اقدرش انكر البحيره، لان ان شاء الله الغنوه فيها كذا، فيها كده وفيها كده. وفي غنوه برضو ان شاء الله ردا على بعض الحاجات اللي حصلت في الاخر من بعد موضوع رضا البحراوي. عامل حاجه اسمها انا اللي سبتلكوا الساحه وقلت عيالنا وبالراحه، ولما رجليكوا شالتكوا رديتوا عليا ببجاح. الله يا فنان. طب دي الكلمات الجديده اللي حضرتك هتعملها جديد بالنسبه للاغنيه الجديده. ان شاء الله. حضرتك انت عملت تلاميذنا، وقصتك ايه مع تلاميذنا والحاجات اللي عملتها الجميله دي؟ بالنسبه لتلاميذنا دي، يعني رب صدفه خير من 1000 ميعاد زي ما بيقولوا. انا لما عملت تلاميذنا كان كاتبها كاتب عاطف صادق، ده مؤلف من بني سويف. وبعد ما اتعرفنا على بعض عرض عليا، وانا عدلت برضو بعض الكلمات واضفنا حاجات وشلنا حاجات لحد ما جيت في يوم كنت في رمضان وجالي الجمله اللحنيه بتاعتها. يعني الحمد لله. يعني من الحانك انا اللي لحنت تلاميذنا، وانا اللي ملحن كدابه وكذب مليكي، وانا اللي ملحن علمني يابا. طبعا زمن الوحوش الاستاذ محمد عبد المؤمن ملحن، مؤلف احمد الشاعر. اما بالنسبه لتلاميذنا قصه، يعني قصه كنت هرجعها وهاخد العربون من جديد، وبعد كده تقول لا خلي العربون. تاريخ معاك مع تلاميذنا دي عشان تطلع بالنجاح ده. الحمد لله رب العالمين، وشغالين في حاجه ان شاء الله باذن الله تنول اعجاب الناس كلها باذن الله، اللي هي انا اللي سبت لكم الساحه دي ان شاء الله، يعني تنول اعجاب الناس. وشغال في حاجه من الحاجات اللي هي التيمبو الحالي دوت. بالنسبه مش هقول مهرجان، انا ما بعرفش اروح لسكه المهرجان دي، بس انا بتعامل حاليا في مشروع باذن الله مع اوضه كرموز، اللي هو بيعمل بعض الحاجات اللي هي الشغل الجديد. يعني اختيارات الكلمات الاغنيه هل بتتعرض عليك وبتوافق عليها، ولا بتعدل فيها بعد ما بتتعرض عليك؟ والله انا بيجي لي شغل كتير بقراه، والحاجه اللي بتمسني بغنيها. يعني مثلا مقتنع بيه الحاجه اللي مقتنع بيها حاليا، يعني ما بقاش فيها اسفاف. لو عنوان لا اسفاف ده انا ما اعرفوش بالظبط كده، ما اعرفوش، ولا ماليش في الحاجات اللي هي المهرجانات اللي هي فيها مش حتى ولا حتى حته المهرجان، ولا لا مش قصدي. لا مش قصدي مهرجان ليه ناس وليه ناس بتاكل يعني منه عيش غير المهرجانات هو اللي لا، انما حتى الشعبي اللي هو فيه اسفاف ما بحبوش. احترام حضرتك للمشاهد او المستمع، بتحترم المستمع في كلمات الاغنيه. المستمع قبل ما اكون بحترم المستمع انا بحترم نفسي. طالما انا احترمت نفسي يبقى اكيد بحترم المستمع وبوصل له الحاجه اللي تليق بيه. انا عندي كل اغاني ادور في حوالي 100 غنوه او 120 غنوه، دور فيها كويس كده طلع لي حرف مش لفظ، حرف مش كويس، مش ممكن، مش هتلاقي يعني. طب الجماهير بتاعت حضرتك بقى مستنياك بحاجه جديده وحاجه تكون قويه، هل حاجه على مستوى تلاميذنا ومستوى اللي فات، ولا هتبقى يعني ان شاء الله هتبقى احسن من؟ انا اقول لحضرتك حاجه، احنا كفنانين او كمطربين على مستوى، مش هقول لك على مستوى العالم العربي، على مستوى العالم. ايه اللي بيتم في الغنوه؟ اولا بنقعد مع المؤلف، بننقي الكلمات لحد ما نوصل لمرحله معينه، بعد كده بنديها للملحن. الملحن بيوصل بيها الحاجه لحد ما تعجبني، خلاص خلصنا مؤلف وملحن. بعد كده بنروح للموزع،
نطلع من مرحله الموزع بنخش بيها استوديو وبنركب لايفات ان كان فيها لايفات الات حيه. بعد كده بنعمل ميكس، ويعني الواحد بيشقى في الغنوه، بيتعب في الغنوه قوي. هي في الاخر بتبقى 4 دقايق، يا عجبت يا ما عجبتش، ودي بتاعت ربنا ما فيهاش. يعني مين يعلم ان مثلا زمن الوحوش اللي انا عاملها من 2001 تفضل عايشه لحد النهارده 23 سنه ويحصل عليها عركه ان حد يدعي ان هي بتاعته. انت واخد بالك؟ ده يدعي ان هو بتاعته بمجرد ان هو غناها لي. يعني انت واخد بالك؟ هو غناها لي زي اي حد كان بيغنيها لي في الفتره دي. ما حدش كان يتوقع ان زمن الوحوش دي تعمل الشكل ده. دي رقم 1. رقم 2 ان حاجه زي علمني يابا، محدش يتوقع النجاح الا المولى عز وجل. انت بتعمل اللي عليك، بتجتهد وتسيبها على الله. انا عامل غنوه موجوده حاليا على اليوتيوب وموجوده على يعني جميع المنصات، اسمها قله الجدعان. طب ما شويه كلمات من قله الجدعان دي. يعني مع السلامه لاي راجل مش جدع، مع السلامه لاي راجل كنت فاكره في يوم جدع، مع السلامه للي كنت عامل له قيمه، اللي عاش معايا لكن النيه مش سليمه، خلاني اقلب في الدفاتر القديمه وانده واقول يا عم يا بتاع الحاجه القديمه، شوف لنا عندك حاجه لها قيمه، شوف لنا عندك قلوب سليمه، ما تكونش تعبت من الناس اللئيمه، انت يا عم يا بتاع الحاجه القديمه. الله، هي ده رساله بتحب توصلها اكيد في الاغنيه كلها رسائل، كل الاغاني بتاعت حضرتك رسائل بتحب توصلها يعني ما شاء الله. طب كلمه بقى تقولها لجماهيرك وتوعدهم بايه في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقني وينعم عليا. هو دايما ناعم عليا بالخير، الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله الواحد في خير وفي نعمه وفي ستر بفضل المولى عز وجل، وعشمان في كرم ربنا ان هو يحسن ختامي، مش طبعا في اكتر من كده. ان شاء الله باذن الله يا فندم، وربنا يوفقك في اللي جاي ان شاء الله، ونشوفك احسن واحسن، ونشوفك على الساحه قريبا باذن الله. يعني انا بس بوجه رساله لكل اللي هو رجليه شايلاه دلوقتي. احنا رجلنا شايلانا من زمان وواقفين عليها لحد دلوقتي الحمد لله رب العالمين، وكلها لسه بتتعلم مننا وهتتعلم مننا، واحنا لسه بنعلم وهنتعلم. ولكن انا بقول لاي حد شايف ان انا جه عليا يوم، يمكن اول مره اقولها في لقاء في حياتي، ان انا وقفت في يوم من الايام على البحر بقول يا رب حد ينافسني بجد، والله العظيم انا بكلمك بما يرضي الله وبتكلم بامانه ربنا. وقفت وقلت مفيش حد ينافسني. ما قلت الكلمه دي من هنا طلعوا لي 3 مليون ينافسوني، والحمد لله الواحد يعني دعوه واستجابت. بس الواحد طبعا لا حيله في الرزق ولا شفاعة في الموت. بس انا اللي بتمناه وبنصح بيها اي مطرب سواء دلوقتي ربنا كرمه او لسه بيفكر ان ربنا يكرمه او الى اخره، انه دايما يحط ربنا قدام عينه ويتمنى من الله، يتمنى من الله زي ما انا بتمناه ويتمناه اي راجل بيفهم، حسن الخاتمه. احنا بنتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله. نورتني، صوره مصريه النهارده معايا، شرفوني ونوروني في الرماح كافيه، وكل حبايبي يجوا يشرفونا في اي وقت. انا ببقى موجود في الاوقات اللي ما عنديش فيها عمل او بخلص عملي وببقى موجود في مكاني. وبشكرك على وجودك معايا النهارده، وشرف ليا كبير ان انت كنت موجود معايا وشرفتني ونورتني. شكرا ليك يا فندم، شكرا جزيلا. تسلم، نورت وشرفت يا باشا، شكرا. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع المطرب الكبير، مطرب الشعب الكبير ياسر رماح من كافيه الرماح بالاسكندريه، وندعوكم الكافيه عشان تزوروا برضو المطرب الكبير ياسر رماح وبرنامجكم صوره مصريه، ولقاء جديد مع شخصيه مصريه جديده وبرنامج صوره مصريه.